اقوى سلاح اللي كتواجه به فرقه كتهاجم وهو التهاجم حتى نتايا. مباراة او تشكيلة فريق الوداد الرياضي ضد الترجي في اياب نصف نهائي الدوري الافريقي، كنتمنى بالمدرب عادل الرمزي انه يدخل شي تشكيله اللي يعني تكون متوازنه. اولا في الحراسه معروف يعني مطيع، في اللاكس يعني ابو الفتح وحركاس، على اليمين يعني العملود وعلى اليسار عطية الله. في وسط الميدان هذا هو يعني النقطة يعني الإشكالية هنا فين كاينة. فكنتمنى يدخل يحيى جبران، هذه يعني ما نهضرش عليها، زكريا الدراوي. ثم يعني إلا قلنا حيمود ما عندوش اللياقة البدنية باش أنه يرجع يدافع، وما كيعرفش يدافع، هو هجومي أكثر من أنه دفاعي. فبالتالي هنا نحيدو حيمود لربما يعني نحتاجو في الميطة الثانية. غيبقى الاختيار ما بين أحناش وما بين انس السرغات. كنتمنى يدخل انس السرغات، انا في نظري كنتمنى انس السرغات لانه دفاعي بزاف وكيلعب يعني قاصح، يعني ماشي شي واحد اللي رطيطب ولا كيلعب قاصح. فكنتمنى بانه يدخل في وسط الميدان لانه مقاتل، راجل مقاتل وعنده باسات ويجيد الاحتفاظ على الكره يعني وما تخافش عليه. فيعني الا لعب انس يعني السرغات زائد دراوي زائد جبران، ثم في الهجوم يلعب منتصر الحتيمي في اليمين، ثم في اليسار بوسفيان اتاكون بوينت اللي هو الشرقي البحري. ما كاينش صامبو لا علاقه في الكره. فالا لعب بهذه التشكيله هذه، علاش منتصر الحتيمي هجوم كيهاجم بزاف وكيرجع يدافع، يعني عنده واحد الفيزيك مو باقي صغير، عنده واحد الفيزيك مو تبارك الله اللي كتخول ليه بانه طالع هابط، يعني غادي يساند العملود في الجهه ديال اليمين طالع هابط، بالاضافه الى زكريا الدراوي بقى يخرج عندهم. ف الا لعب انس السرغات كنظن احسن تشكيله يدخل انس السرغات، لان انت لربما يطلع البلوك. دابا كنتمنى بان عادل رمزي ما يلعبش بالبلوك يعني متاخر. الا لعب بالبلوك متاخر راه غادي يبقى يعني كما درتي لهم نتايا في كازا، هما راه ما غاديش يزقلوك. انت لعب شي بلوك يعني اللور حدد الكاري ديك، حدد ديزويميت، غادي يخنقوك في الديزويميت، بالتالي غادي شي بينانتي، شي يعني شي كوفرون، شي خطا، شي طرد، غادي شي حاجه فوق، بالتالي غتجبد عليك بزاف ديال الحوايج اللي ما تقدرش يعني تجيري حتى لاخر دقيقه، من الاول انت كتدافع حتى لاخر دقيقه. فكنتمنى بانه يلعب يعني بلوك ميديوم متوازن في وسط الميدان يدافع، ويعني وما يسدش بزاف وما يفتحش بزاف. على عكس يعني هو قال في الندوه الصحفيه او ما بعد الندوه الصحفيه، قال بان هو بالعكس هو كيقول بان المباراه غادي تكون مباراه مفتاحيه، كيظن بان مباراه مفتاحيه غيكون هجوم لهنا وهجوم لهنا، ما غاتكونش يعني فيها واحد التكتيكيه كبيره وما يكونش فيها اهداف. فهو قال لك غتكون مفتوحه لانه عارف ان فريق الترجي مطالب بالتسجيل، وبالتالي الا لعبهم على هذا البوان لانهم مطالبين بالتسجيل، انت يعني في ديك اللحظه اللي يكونوا هما باغيين يطلعوا يسجلوا، انت تخطف البالون وتطلع تماركي، يكون الفينيش فقط. فكنظن بان الا ضربناهم بواحد فغادي نسيروا المباراه كيف ما بغينا، لانهم غادي يتسرعوا ويدخلوا في واحد النرفاز وفي واحد التسرع، فبالتالي تبقى تنرفز فيهم. بقى يعني في داك الشيء يعني كاين واحد لي بوين تكنيك يعني في التاكتيك، بانه كتستفز اللاعبين كتخرجهم يعني من التركيز ديالو، بالتالي غادي يخسروا المباراه وتقدر تربحهم حتى بثلاثه. تما فريق الترجي ماشي شي فريق صعيب، الا شفتوا الاهلي فاش كتمشي تلعب ضده كتلعب يعني كتربحوا تمايا، علاش كيلعبوا لهم على الدماغ ديالهم وكيتهدنوا. يعني هذا هو اللي خصك تكون كتركز من ان فوا يعني سيفلي ضربه من ضربه البدايه حتى سيفلي حتى الاخر، يعني ثانيه ماشي دقيقه، حتى الاخر ثانيه عاد نزل يدك دائما التركيز. شتي الا كان مركزين اليوم اكيد ربح الوداد، لان الترجي عادي، الترجي في الثلث الاخير يعني ما كيقدروش، ما عندهمش اللمسه الاخيره باش انهم يماركيو، ما كيقدروش يماركيو يعني صحيح انهم كيجيهم دي زوكازيون، ولكن باش يماركيو ما عندهمش الفينيش والو، وبالتالي يعني ما تخافش منهم. فكنتمنى بانه يلعب انس السرغات ويحيى جبران ويلعب يعني بالدراوي، ومن بعد في شونجمون يعني الا كنا مثلا متعادلين ولا خاسرين يدخل حيمود، لان حيمود كي يعني يسرع في التحول، يعني في التحول ديال الكره، وبالتالي يعني غيعطي واحد الدفعه قويه لوسط الميدان وللهجوم ونقدروا نمارك. فان شاء الله كنتمنى يدخل بهذه التشكيله هذه، والترجي فريق عادي، فقط انه انت يكون واحد الالتزام بالتكتيك اللي عطاه هذا الرمزي، ويكون واحد بلون بي يعني مع تحول المباراه يعني في الدقائق ديالها لا ماركاو عليك، يكون عندك خطه بديله بانك تقدر تهاجم. اقوى سلاح باش تضرب الخصم ديالك هو تهاجم، اقوى سلاح يعني ضد فرقه كتهاجم هو الهجوم ثم الهجوم. ماشي بطبيعه الحال غتهاجم وتخلي الدفاع، ولكن الدفاع راه بلاصتو، ولكن الهجوم تشكيله هجوميه، ويلعب لهم عاوتاني
بنفس يعني بخمسة في المليون كما دار المره اخرى، فيقدر يخنقهم. فان شاء الله كنتمنى مع ابو سفيان، ولا ابو سفيان يعني سريع بزاف مع منتصر الحتيمي، نقدروا نضربوهم، نقدروا نماركيو تمايا 2-0 في الميطه الاولى ولا الميطه الثانيه. كنتمنوا الخير ان شاء الله، والسلام.